صينية بطاطس بالكفتة سهلة وبسيطة بس أكلة متينة. هتدفي في الشتاء وسهلة وبسيطة في التحضير. صينية بطاطس اقتصادية بربع كيلو من اللحمة. معايا ربع كيلو من اللحمة بس مفروم، ومعايا بصلاية متوسطة مبشورة، وحوالي عودين 3 بقدونس بس مقطعاهم ناعم قوي. هحط كل المكونات الكفتة مع بعض، وهحط عليهم معلقة صغيرة من بهارات المشكلة او بهارات لحمة، ومعلقه صغيره فلفل اسود والملح، وهعجن الكفته كويس جدا معايا. اهم حاجه اعجنها لحد ما تعمل زي تفتيله كده وعرق. بس هكورها في حجم الليمونه الكبيره زي ما انت شايفه كده، بصي، وهبططها اعملها قرص صغير على حجم الحلقه بتاعه البطاطس، وهبتدي اشكل زي ما انت شايفه كده، والكفته مش فكه معايا ولا اي حاجه. ويا ريت ما نكترش البهارات، كل ما هتكتري البهارات الصينيه بتاعتك طعمها مش بيبقى حلو. اهي عملت الكميه دي كلها معايا، حطها في التلاجة بس 10 دقايق تشد كده. ومعايا 3 حبات من البطاطس متوسطين مقطعاهم حلقات، ومعايا بصلايه مقطعها ترانشات، ومعايا طماطميتين وقرن فلفل من الرومي ممكن تحطي حراق، وكم فص من التوم حوالي 3 فصوص. هبتدي ادقهم عندي في الهون وانعمهم، وهنزل عليهم ببقدونس وملح وفلفل اسود وبهارات، برضو بهارات لحمه او مشكله، ومعلقه من الصلصه كبيره، ومعلقتين 3 من الزيت، ومعلقه صغيره من البابريكا عشان تدي لون حلو، وكوبايه صغيره من الميه، كوبايه اللي هي ال50، عارفينها، كوبايه صغيره دي. وهدوب الكلام ده كله مع بعضه. ده الصوص بتاعي هيكون جاهز للصينيه. مفيش اسهل من كده. هبتدي بقى ارص الصينيه. العين كمان بتاكل قبل الايه، البق. فاحنا هنحاول نخلي الصينيه شكلها حلو. احنا حاطين ربع كيلو من الكفته، كميه مش كبيره، بس احنا عايزين نعمل لها شكل انها حلوه ونضحك عليهم من الاخر. وعايزه اقول لك حقيقي هتطلع صينيه بطاطس جميله. انت شفتيني انا رصيتها بالمنظر ده. وهبتدي احط بقى حلقات الفلفل برضو تدي شكل جميل. بصي المنظر، انت هتغريهم ان هم ياكلوا. وعايزه اقول لك هي صينيه جميله، والريحه هتبقى في البيت روعه. الصوص ده هيديها ريحه جميله. بصوا المنظر الجميل. اكله حلوه وسهله وبسيطه وما تعبتيش، مش هتاخد منك 10 دقايق في التحضير. وابتدي احط بقى عليها الصوص، وابتدي اوزعه كويس جدا. اهم حاجه اوزعه عشان الصينيه كلها بتاعتي تتشرب من نفس الطعم. هبتدي الفها كده على ايدي كده، بصوا، عشان اوصل الصوص ده لكل مكان في صينيه البطاطس. هلفها بورق زبده وفويل وادخلها الفرن على حراره 200، واسيبها تستوي. وفي اخر 10 دقايق هكشفها واعلي عليها النار عشان تاخد لون. بس كده، بسيطه وسهله. عملت جنبيها طبق رز بلسان عصفور اللي هو رز الطباخ، وعملت طبق سلطة وشوية طحينة للي عايز يغمس كفتة. وأكلة جميلة وتفتح النفس، وحاجة كده تدفي. بصوا الجمال، شايفين؟ زي ما قلت لكم عملت رز الطباخ اللي هو رز بلسان عصفور وطحينة والسلطة، وكانت أكلة جميلة.